صباح الخير، أهلا بكم جميعا في هذه الندوة الصحفية قبل مباراة الغد ضد نادي أتلتيك بيلباو. مرحبا هانسي. مارك براود من صحيفة آل سميث. كيف ترى المباراة المقبلة التي ستلعبونها في ملعبكم في سبوتيفاي كامب نو؟ وكيف تعيش المجموعة هذه الفترة قبل مواجهة فريق قوي مثل أتلتيك بيلباو الذي يقدم مستوى كبيرا على مستوى دوري الأبطال؟ فهو فريق يصعب الأمور دائما. ما الذي تتوقعه من مباراة الغد؟ شكرا. نحن جميعا سعداء جدا بالعودة إلى ملعبنا، والمنافس فريق قوي أيضا، سواء في الموسم الماضي أو هذا الموسم، وهو يشارك كذلك في دوري أبطال أوروبا. يمتلكون جودة عالية ويقومون بعمل ممتاز، لذلك فهي فرصة جيدة بالنسبة لنا لقياس مدى تقدمنا حتى الآن. مرحبا سيد هانسي، معكم رامون سالموريدا من إذاعة كتالونيا. أود أن أسأل عن الحالة البدنية لامين يامال. هل تعافى تماما؟ وهل هو جاهز بنسبة 100% لمباراة الغد؟ أعتقد ذلك. لقد عمل بجد خلال الأسبوعين الماضيين، وأنا سعيد جدا بما رأيته. وكما أقول دائما، الأمر ليس انتهاء كاملا، فهي فترة صعود وهبوط، لكنه يدير الأمر بشكل جيد، ومع الطاقم الطبي أيضا الأمور تسير بشكل ممتاز. مرحبا هانسي، معكم رامون داراكو. ماذا يعني لكم استعادة رافينيا بعد غياب الدام شهرين؟ ونتوقع أن يبدأ من على مقاعد البدلاء. ثم ما الذي يعاني منه راشفورد الذي كان يلعب في مركزه عادة؟ الآن ماركوس يعاني من الحمى، وقد غاب عن التدريبات أمس واليوم. لست متأكدا هل سيعود غدا أم لا، هناك بعض الشكوك. أما الخبر الجيد فهو عودة رافينيا، وأنتم تعرفون كم أقدر كثيرا ما يمكنه أن يمنحه للفريق. سنرى غدا إن كان سيشارك ل10 أو 20 دقيقة، لكنه عاد، وهذا تطور كبير بالنسبة له حتى لو بدأ من على الدكة. هنا أدريا سالدافيا من قناة كتالونيا. بخصوص موضوع لامين يامال، بعد البيان الأخير المتعلق بمنعه من المشاركة مع المنتخب، هل تحدثتم مع المدرب دي لافوينتي أو مع رئيس الاتحاد أليخاندرو إتشافاريا حول هذا الموضوع؟ لا، نحن فقط قمنا بما نراه مناسبا. لامين لاعبنا، ومن واجبنا الاهتمام به، والمنتخب الوطني أيضا يهتم به، وهذا شيء جيد. أعتقد أن قرار عدم إشراكه في مباراتي المنتخب كان صوابا. لقد عمل بشكل جدي وهو منضبط في التعامل مع الإصابة. إنها خطوة كبيرة بالنسبة له للتطور والتعامل مع هذه المواقف، وقد نجح في ذلك بشكل ممتاز. مرحبا سيد هانسي. إلينا كونديز من إذاعة كوبي. ذكرت أنها كانت خطوة جيدة استبعاد لامين يامال من المنتخب، بينما قال مدرب المنتخب إن أي مشكلة بين برشلونة والاتحاد يجب حلها على أعلى مستوى. هل ترى أنه يجب حل الأمر على مستوى عال، أم أنه مع اقتراب المباريات القادمة في مارس من الأفضل التواصل مباشرة بين المدربين؟ الآن تركيزنا على الأسابيع الأربع المقبلة. لدينا 9 مباريات والكثير من النقاط التي يمكن الفوز بها أو خسارتها، لذلك نريد التركيز فقط على عملنا وعدم الالتفات إلى ما يدور خارج الملعب. عندما نتدرب أو نلعب كما تدربنا اليوم فهذا يسعدني كثيرا، وهذا ما يجب أن نفعله ولا شيء غير ذلك. مرحبا مدربنا، تحياتي. عودة الفريق إلى كامب نو، وهو ملعب كرة قدم حقيقي، مقابل اللعب في لويس كومبانيس حيث المدرجات بعيدة عن الملعب. هل تعتقد أن العودة ستفيد الفريق؟ وهل أنت أكثر ميلا للعب في ملعب كرة قدم تقليدي أكثر من ملعب أولمبي؟ شكرا. أعتقد أننا نفضل اللعب في كامب نو، فعندما صعدت الدرج ووصلت إلى أرض الملعب كان شعورا لا يصدق، ورأيت الجماهير من حولنا. إنه ملعب كرة قدم حقيقي، وهذا ما نحبه ونفضله، وبالطبع نحن سعداء بالعودة إليه. علينا أن نرى كيف ستسير الأمور. أعتقد أنه يمكن أن يمنحنا دفعة كبيرة في المباراة، لأن الجماهير قريبة جدا وتعرف تماما متى يحتاج الفريق إلى هذه الدفعة، وقد فعلوها كثيرا. إنهم يدعموننا بشكل رائع، وهذا شيء جميل بالنسبة لنا أن نراه ونشعر به، كما أنه يعكس قوة العلاقة بين الفريق والجمهور. مساء الخير سيد هانسي. ألبرتو مارتينيز من أوندا ثيرو. تركتم الدوري بفوز مهم في فيغو، وقلتم إنه كان مباراة كبيرة وقد تكون مرجعا للمباريات القادمة. وريال مدريد خسر نقاطا أمام رايو فاليكانو
مما يعني أنه لو فزتم غدا قد تتصدرون الدوري وتضعون ضغطا عليهم خلال الأسابيع الأربعة المقبلة. هل ترون هذا الوضع مناسبا لكم؟ مباراة بعد مباراة، هذا ما نريد القيام به. أعلم أن الطريق طويل حتى نهاية مايو، وكما فعلنا الموسم الماضي لم نشك أبدا في الطريقة التي نلعب بها أو في هدفنا. الموسم الماضي كان كذلك، وهذا الموسم أيضا. نحن نعرف أن ريال مدريد منافس كبير، وكذلك فياريال وأتلتيكو مدريد، فهم فرق رائعة. لذلك الأمر يعتمد على عملنا نحن، ويجب أن نقدم أفضل أداء لنا في كل مباراة. الجمهور يدعمنا، وهذا ما نريده، وهذه هي طريقتنا. مرحبا سيد هانسي، هنا أليخاندرو سيغورا مباشرة من راديو ماركا. أود سؤالك عن بيدري، كيف يسير التعافي؟ لم نره يتدرب اليوم. هل يمكن أن يكون جاهزا لمباراة ستانفورد بريدج أم أن عليه الانتظار؟ لا أعرف بالتحديد، التعافي يسير خطوة بخطوة، ولا نريد الضغط عليه لأن ذلك سيكون خطأ. لكنه يتقدم بشكل جيد، ونحن سعداء بذلك، وسيعود قريبا بالطبع، سواء أمام تشيلسي أو في المباراة التالية، لا نعلم ذلك بعد. مرحبا سيد فليك، هناك احتمال أن نرى مشاركة رافينيا لبعض الدقائق، لكن التشكيلة الأساسية قد تكون مختلفة، كما أن غارسيا قد يدخل القائمة من جديد. ما رأيك؟ أعتقد نعم، أنت محق بالطبع. مرحبا سيد هانسي، دافيد برناردو من سبورت تي في. تحدث الكثيرون مؤخرا عن ليونيل ميسي بعد ظهوره في كامب نو. عندما كان ميسي يلعب هنا لم تكن موجودا في النادي، فماذا يمثل لك ميسي؟ وكيف عشت هذا كمدرب لبرشلونة؟ وهل كنت تود تدريبه في سن 60؟ ولم لا؟ ميسي أفضل لاعب في آخر 10 أعوام أو أكثر. لطالما استمتعت بمشاهدته، فهو يفعل أشياء مذهلة، وبالتأكيد هو إضافة لأي فريق. لكن الحقائق تقول إن عقده ينتهي في 2028، بينما عقدي ينتهي في 2027. لذلك فالأمر غير مطروح بالنسبة لي حاليا. مرحبا، هنا خوان بوتشي من موندو ديبورتيفو. ما مدى تأثير غياب فرينكي دي يونغ على الفريق؟ وهل تعرفون من سيعوضه في وسط الميدان؟ بالطبع تدربنا اليوم بالشكل الذي نريد اللعب به غدا. نعرف كيف سنعوضه، لكن لا أرغب في كشف ذلك الآن. سنرى غدا. فرينكي مثل بيدري لاعبان مهمان جدا بالنسبة لنا، يمنحاننا الثقة مع الكرة. هذا يحدث في كرة القدم، وعلينا التعامل معه، وأعتقد أننا سنفعل ذلك بشكل جيد. مرحبا هانسي، معكم مارك فوستي من لاس سيكستا. تحدث الكثير عن المفاجآت المنتظرة في كامب نو، ومن بينها ركلة البداية الشرفية. هل لديك فكرة عن الشخص الذي تود أن يقوم بها؟ هل يمكنك إعطاؤنا لمحة؟ هل هناك شخصية من برشلونة أو تاريخ النادي ترغب في رؤيتها تقوم بالضربة الشرفية؟ ليس لدي أي فكرة. بصراحة لا أعرف. لا تنسوا وضع إعجاب للفيديو والاشتراك ليصلكم كل جديد.